لحظات الانطلاق هذا الشوط كما يصلنا ايضا هناك توقيت الشوط الاول وهو دقيقتين و14 ثانيه و20 جزء من الثانيه، والشوط ايضا الاول للقعدان دقيقتين و10 ثواني. انطلق هذا الشوط بحفظ الله ورعايته، وهذه اندفاعة هذا الشوط والشوط الابكار السابع، وتندفع هذه الابكار المشاركة في هذا الشوط، ونتابع هذه الاسماء المنطلقة. نعود هناك الى مقدمة الشوط والى بنت النمر لفهيد بن علي العفرة على المركز الاول، بينما النقلة على المركز الثاني. المركز الثاني هناك سيوف لمحمد بن سعيد الحريري على المركز الثاني، بينما النقلة على المركز الثالث. المركز الثالث مزون لسلطان بن سعيد بن قبضة القحطاني اللي على المركز الثالث. والمركز الرابع شعار ابو دلح من الجانب الايمن ضبيه علي بن راشد الهاجري من الجانب الايمن، بينما المركز الخامس والدخول من خامس المراكز اللي وصلتنا مزحه لزيد بن علي بن تخيل المري اللي على المركز الخامس. هذه النتيجة، ونعود إلى سيوف على المركز الأول لمحمد بن سعيد الحريري المري اللي على المركز الأول، ولكن مزون من الجانب الأيمن. مزون هناك اللي بن قبضة القحطاني، ومزحة قادمة، مزحة على المركز الثالث، ولكن الله يا بن زومان هنا مياسة لبندر بن محمد بن زومان الهاجري من تنطلق في هذه اللحظات والأمتار الأخيرة القادمة 500 متر عن النهاية. وهناك سيوف لمحمد بن سعيد الحريري على المركز الأول، بينما هنا أيضا بن زومان هنا على المركز الثاني. والمركز الثالث يرصدون براقة راشد بن مبارك القعيمي. الله يا القعيمي قادم غير الأمور. سلام يا القعيمي، سلام لراشد بن مبارك القعيمي مع براقة من غيرت مجريات هذا الشوط وذهبت بناموس هذا الشوط في هذه اللحظات. ولكن مياسة تحاول. يا سلام، عادت مياسة. الله يا مياسة لبندر بن زومان الهاجري. سلام يا الهاجري، سلام على هذا الفوز يا بندر بن زومان الهاجري على هذا الفوز. المركز الثاني براقة المركز الثالث، هناك المركز الثاني براقة لراشد بن مبارك القعيمي. المركز الثالث